أخرى زهير العروبي ملقى على الأرض. يعني كان المرور في الكوسه مرة أخرى. حسن الطاهر بالقدم ديالو كاد أنه يوضع الكرة داخل المرمى، لكن زهير العروبي كيتمكن من إبعاد الكرة. يعني ما عرفتش كيفاش تصاب الحارس زهير العروبي اللي مرة أخرى ملقى على الأرض. هي فرصة مرة أخرى لربح شيء من الوقت لتأمين النتيجة ديال التعادل اللي يبدو بأنها يعني مرضية بالنسبة لفريق النادي القنيطري، ليس كذلك بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي الذي كان يبحث عن أفضل من ذلك الانتصار ولا رضا عن نتيجة أخرى إلا عن الانتصار. وسائل تشجيع كثيرة ومتعددة فوزلة من النوع الصغير داخل منطقة الجزاء من جديد لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. آخر الحملات قبل إعلان الحكم عن نهاية المباراة. كوني كان وراء الكرة، يمكن أنه يحاصر الكرة والتسفير عن رمية التماس لفائدة فريق الرجاء البيضاوي مرة أخرى عند اللاعب بايلا، وتبعد الكرة من طرف هشام خربوش. رمية التماس لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. سيداتي وسادتي، رمية ديال التماس فريق الرجاء يكون في العجالة من أمره في هذه اللحظات المتبقية من هذه المباراة. بلال التنكير وراء الكرة، يعني جميع التغييرات ما عطاتش الشيء اللي كان منتظر منها من بعد خروج كل من حسن صوري وكذلك اللاعب هشام ايت الكرف. الفريق يبحث دائما عن نتيجة إيجابية لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. دائما تمريرة إلى اليمين لفائدة فريق الرجاء البيضاوي لتولي دائما مازال يبحث عن المنفذ وعن الطريقة اللي توصلوا للمنطقة ديال الجزاء. يعني كيحاصر ويسيطر على الكرة دائما، يحاصر الكرة واخيرا كيعلن على الخطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. آخر الفرص دقيقة واحدة وواحدة من الوقت الأصلي في انتظار ما سيعلن عنه الحكم الرابع السيد مصطفى عريش، الوقت اللي غادي يحمل السبورة الإلكترونية. يعني هناك أمر بإعادة تنفيذ ضربة الخطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. حسن الطير تمريرة داخل المنطقة ديال الجزاء مرة أخرى. إبعاد الكرة من طرف الحارس زهير العروبي اللي كان ناجح لحد الآن في تأمين الشباك ديالو. وتصطدم الكرة لاعب كوبو من جانب فريق الرجاء البيضاوي، ورمية تماس وسط اللاعب خربوش هشام خربوش العديد ديال فريق النادي القنيطري. سعيد حتى الان بهذه النتيجه المسجله حتى الان ان تعود بالتعادل من ميدان الفريق المتصدر الترتيب، فهذا شيء هام وايجابي جدا. تضيع الكره كان هناك بلاد نقير، لكن تضيع هذه الفرصه. تدخل مره اخرى هذه المره من طرف اللاعب امين الرباطي. 5 ديال الدقائق يضيفها الحكم. كانت هناك توقفات عديده خاصه في الوقت اللي كيوقعوا اللاعبين ديال فريق النادي القنيطري يعملون على استغلال الوقت باكبر طريقه ممكنه. خطا مره اخرى لاعب هشام خربوش وتضيع الكره. بايلا كيرجع الكره الى الخلف لفائده فريق الرجاء البيضاوي. بلال التنقير تمريره تجاه اللاعب امين الرباطي. كيمشي كره الى الامام دائما لفائده فريق الرجاء البيضاوي. هناك فقط لاعب حمله من جديد، واخيرا يعني كيرجع الكره والزام الحارس انه يبعث الكره بالرجل ديالو ما دام كانت برجل الزميل ديالو. وكوكو الان غادي يتمكن من تنفيذ رميه التماس لفائده فريق الرجاء البيضاوي. تمريره مره اخرى لصالحي وهدف. الهدف لفائده فريق الرجاء البيضاوي، هدف لفائده فريق الرجاء. ياسين الصالحي يقضي على امال فريق النادي القنيطري رغم تبقي 4 دقائق على نهايه المباراه. ياسين الصالحي يذبح الفريق القنيطري في اللحظات الاخيره. سيداتي وسادتي، اذا اضاعه الوقت من طرف اللاعبين لم تكن لتسفر عن اي شيء. ضيع الفرصه الاولى، ضيع الفرصه الثانيه، والفرصه الثالثه كانت انجح. يعني كما يقول المثال الفرنسي جافي دو سونتوا، الفرصه الاولى في القائم الافقي، والفرصه الثانيه تضيع من طرف ياسين الصالحي، والثالثه كانت ثابته في الشباك لفائده فريق الرجاء البيضاوي، والذي يرفع الرصيد الى 31 نقطه. 31 نقطه، بينما فريق النادي القنيطري حتى الان فقط بالمجموع ديال 13 نقطه. اذا فريق الرجاء البيضاوي حتى الان يؤمن ويؤمن الصداره ديال الترتيب.